ده الايفون 16 برو ماكس. تقريبا كل المراجعات اللي نزلت على الموبايل ده من اول ما نزل كانت مراجعات سلبيه، كله شايف ان هو ما قدمش اي تغييرات كبيره السنه دي باستثناء بعض التغييرات الصغيره. فهل فعلا الايفون السنه دي مخيب للامال؟ بعد تجربه مفصله لاكتر من شهر، دي مراجعتي الكامله للايفون 16 برو ماكس. اول حاجه ما اتغيرتش السنه دي عن ال 15 برو ماكس هي التصميم، تقريبا نفس الشكل اللي ابل عودت الناس عليه من اول ايفون 11 بنفس ترتيب الكاميرات. الفريم التيتانيوم اللي نزل السنه اللي فاتت، بس الفرق في اللون الجديد. اللون اللي معايا ده هو الديزرت تيتانيوم الجديد. الفريم السنه دي الفينش بتاعه انعم شويه وده مخليه لطيف شويه في المسك. وزن الموبايل اخف حاجه بسيطه من السنه اللي فاتت 227 جرام، وشخصيا حسيت وزنه كويس ومناسب بالنسبه لحجمه، خاصه اني بستخدم الاس 24 الترا اللي عامل زي الطوبه، وزنه وحجمه رخمين قوي. لو بصيت على الجنب هتلاقي الزرار الجديد بتاع الكاميرا كنترول، وقبل هنا رافضه تسميه زرار، مسمياه وحده التحكم بتاعه الكاميرا او الكاميرا كنترول زي ما قلت لك. الموبايل بيجي بمقاومه ميه بمعيار اي بي 68، تقدر تنزل بيه تحت الميه 6 متر لمده 30 دقيقه. ورغم ان الشاشه كبرت شويه السنه دي، الا ان الموبايل حجمه ما زادش كتير بسبب حواف الشاشه الصغيره. وانا عايز اقول لك حاجه، ان انا طول عمري مستخدم الاندرويد، اول مره في حياتي استخدم الايفون بشكل شخصي هو الايفون 16 برو ماكس. وطول ما انا بتكلم معاك عن تجربتي على الموبايل لازم الحاجه دي تكون في بالك. على فكره انا عملت فيديو تاني كامل بتكلم فيه عن الفرق بين الاي او اس والاندرويد، فانا هنا مش هكون بتكلم معاك عن الفرق في التجربه، ولكن علشان تبقى انت بس عندك فكره انا جاي منين. كلامنا عن التصميم ياخدنا لتاني حاجه وهي الشاشه. حاجه من اكتر الحاجات اللي هتحس فيها بفرق هي الشاشه. عجبني قوي ان الحواف بتاعتها بقت صغيره قوي كده، تقريبا دي اصغر حواف على اي موبايل موجود دلوقتي، ودي حاجه بتخلي شكل الموبايل عصري قوي ومميز. ولكن ما زال عندنا الجزيره اللي في نص الشاشه دي فيها الكاميرا الاماميه والسنسور بتاع الفيس اي دي. طبعا مواصفات الشاشه اكيد انت سمعتها كذا مره، شاشه ال تي بي او سوبر ريتنا اكس دي ار بريفريش ريت عالي 120 هرتز، توصل لسطوع 2000 نتس تحت الشمس او على المحتوى الاتش دي ار، وبتقدر تنزل لواحد نتس لو انت في اضاءه قليله، ودي ميزه جديده وحلوه قوي. ولكن انا حابب اكلمك اكتر عن تجربتي الحقيقيه للشاشه. الشاشه جميله وممتازه، ما فيهاش اي حاجه، ممتعه بصريا لابعد الحدود، الوانها مظبوطه قوي. اكتر حاجه كانت مضايقاني شويه من الشاشه دي وانا بتفرج على اي محتوى عليها هو موضوع الجزيره اللي مقطوعه من الشاشه من فوق ده. في الموبايلات الثانيه كلها بقينا بنشوف البانش هول او الخرم الضيق الصغير بتاع الكاميرا، ولكن هنا ما زالت النوتش او المكان بتاع الكاميرا كبير شويه، وده فعلا لو انت مكبر المحتوى على الشاشه كلها هتحس ان هو واخد منها جزء. الشاشه عليها طبقه الحمايه الجديده سيراميك شيلد 2، واللي ابل بتقول ان هي اقوى من اي طبقه حمايه ثانيه بمرتين، ولكن احنا طبعا مش هنجرب الكلام ده. بس الجديد هنا ان الشاشه حجمها زاد ل 6.9 بوصه لاول مره في تاريخ الايفون. وانا شخصيا عايز اقول لك ان انا بحب الشاشات الكبيره، كل ما كان حجم الشاشه في الموبايل اكبر كل ما ده كان بالنسبه لي احلى، لان ده طبعا بيديك مساحه اكبر ان انت تتعامل مع الموبايل وبيديك حجم محتوى اكبر. ولكن في نفس الوقت الموضوع بيضايقك شويه في المسكه او في شريط التليفون، ولكن الموضوع يعتبر بالنسبه لي محلول هنا، ان الموبايل فعلا حجمه مش كبير قوي. تجربه الصوت برده هنا مش اقل من تجربه الشاشه، عندك سماعتين بيشتغلوا مع بعض ستيريو، والصوت هنا فعلا مجسم وفي بيز انا حاسس بيه، تقريبا ده اقوى بيز حسيت بيه في اي موبايل. مش ممكن يعني ممكن ما يكونش الصوت احلى صوت انا سمعته، ولكن هنا في بيز حقيقي طالع من الموبايل، حاجه مش بحسها في الموبايلات الثانيه. قبل بقى ما نخش على النقطه اللي فيها تغيير كبير واللي كل الناس بتستناها، لو انت لسه معايا لحد دلوقتي في الفيديو فما تنساش ان انت تعمل لايك وسبسكرايب علشان عايزين نوصل لل 100,000 في اقرب وقت ان شاء الله، وفعل زرار الجرس اللي جنب علامه السبسكرايب. ها اكتر حاجه ابل ركزت عليها السنه دي مع الايفون الجديد هي التصوير، لدرجه ان زرار الكاميرا كنترول الجديد ده نزل على كل نسخ الايفون العادي والبرو، ودي حاجه ابل ما كانتش بتعملها قبل كده. دايما كانت نسخه البرو بتكون مميزه عن النسخه العاديه. عندك هنا السيت اب بتاع الثلاث كاميرات اللي ابل معروفه بيه، كاميرا اساسيه بحجم 48 ميجا بكسل فتحه عدسه اف 1.8 مع مثبت بصري، والكاميرا الالترا وايد بقت 48 ميجا بكسل برضه بفتحه عدسه اف 2.2، والكاميرا الثالثه اللي هي الكاميرا ال5 اكس اللي بتخليك تاخد بورتريهات مميزه جدا بحجم 12 ميجا بكسل بفتحه عدسه اف 2.8. فكره زرار الكاميرا كنترول مش جديده، كانت موجوده على موبايلات قديمه، ولكن طريقه تنفيذها هنا هي اللي مميزه. الزرار هنا بيشتغل كاختصار سريع تقدر تفتح منه الكاميرا او تخصصه انه يشغل اي ابلكيشن من ابلكيشنات الكاميرا الثانيه، والمميز في الزرار ده انه بيدعم كذا مستوى من مستويات الضغط. مجرد ما تدخل على الكاميرا وتلمس الزرار الشاشه بتفضى خالص من الاوبشنات اللي عندك وبتبدا تتحكم من الكاميرا كنترول بس. لما بتدوس ضغطتين بيجي لك الخيارات اللي ممكن تتحكم فيها من خلاله، زي التبديل بين الكاميرات او الزوم او الاكسبوجر او العزل اللي في الخلفيه. دوسه واحده بتدخلك على الخيار اللي انت اخترته وتبدا تتحرك يمين وشمال بالتاتش كده علشان تعدل عليه. التحكم ده زي ما قلت لك بيكون باللمس، ولكن واجهتني مشكلتين مع التحكم فيه. اول حاجه ان طول ما انا مركب الجراب التحكم مع الزرار ده بيكون صعب وبيحصل كتير لمسات خاطئه، ما بعرفش اتحكم في الزرار كويس، لما بعمل سوايب بصبعي كده مش بيروح في المكان اللي انا عايزه. وتاني مشكله ان الزرار ده مخصص لتصوير اللاندسكيب، لو حاولت تصور بالموبايل بورتريه بالطول كده مش هتعرف تستخدم الزرار ده نهائيا. علشان تصور صوره بتضغط ضغطه تقيله، وفي ناس قالت ان الضغطه تقيله لدرجه ان هي بتهز الموبايل وتبوظ الصوره وانت بتصور، ولكن انا تجربتي كانت عاديه وكنت عارف اصور بيها عادي. ابل بتقول ان المفروض في مستوى تاني من الضغط، وهو ان انت لما تدوس نص دوسه الموبايل يعمل فوكس زايد
زي الشطر بتاع الكاميرات، ولكن الموضوع ده لحد دلوقتي لسه مش موجود. النص دوسه ما بتعملش حاجه، انت لازم تدوس دوسه كامله عشان تصور الصوره. تقريبا الموضوع ده هينزل في ابديت. بالنسبه لي انا شايف ان الكاميرا كنترول اضافه قويه ومميزه، وتخلي فعلا الموبايل ده مختلف عن بقيه الموبايلات، وهتنفع قوي للناس اللي بتستخدم الموبايل في التصوير الاحترافي. انا شخصيا لقيت نفسي بحب استخدمها كتير، رغم ان هي صعبه شويه والتعامل معاها بيخليك ابطا شويه في التصوير، ولكن هي كفكره عجباني. انا بس اللي انا مستغرب منه ان لسه لحد دلوقتي مفيش اوبشن في الايفون ان انا اتحكم في الايزو او الشطر او الحاجات بتاعه البرو مود دي عامه، مش موجوده لحد دلوقتي، رغم ان هم عملوا حاجه زي الزرار الكاميرا كنترول، بس لسه لحد دلوقتي انت بتصور تقريبا على اوتوماتيك، ما تقدرش تتحكم غير في حاجات قليله قوي. يعني اعتقد ان اوبشنات زي دي لو اتضافت مع زرار زي ده تقدر تغيرها من خلاله، وهتكون اضافه جامده قوي وهتنقل الكاميرا دي فعلا في حته تانية. الحاجه اللي مش معموله للمحترفين بقى وهتبسط اي حد بيصور بالموبايل ده هي الفوتوغرافيك ستايل. ابل حبت تدي المستخدم الامكانيات الكامله انه يعدل ويظبط الوان الصوره وكل تفاصيلها قبل ما يصور، والموضوع هنا معمول بطريقه ممتازه فعلا وبتخليه سهل وممتع، مش مجرد فلتر بتحطه وخلاص. عندك كذا افكت مختلف، لما بتختار الافكت بتاعك بتبدا تعدل عليه من الباد اللي قدامك دي بالطريقه اللي انت شايفها، وبعدين بتاخد الصوره. الموبايل هنا بياخد الصوره بطريقه المعالجه الجديده اللي انت حددتها، مش مجرد بيضيف فلتر وخلاص، وده بيطلع نتيجه ممتازه قوي وبجودتها الكامله. وعلشان الكاميرا بتاخد كل البيانات بتاعه الصوره اللي انت صورتها، فتقدر ان انت تعدل عليها بنفس الشكل كمان بعد ما صورتها من خلال برنامج الجاليري، والموضوع هنا شغال بامتياز. نتائج الصور هنا بتطلع باللوك بتاع ابل اللي احنا متعودين عليه. انا جربت الموبايل ده في التصوير لما كنت في الامارات، وجربته هنا في كذا مكان مختلف وفي كذا وضع وفي كذا ظروف مختلفه، وزي ما انت شايف نتائج الصور ممكن ما يكونش الموبايل بيطلع الصوره زي ما انا شايفها بالظبط، ودي حاجه انا استغربتها، لان انا كواحد مستخدم الاندرويد طول عمري بسمع عن ان ابل بيطلع الصوره حقيقيه ومش عارف ايه، ولكن اللي انا لاحظته غير كده، الصوره بيتم معالجتها وبتطلع مش بنفس الشكل اللي انا شايفها بيه. ولكن الفكره بالنسبه لي ان الصوره برضو بتطلع حلوه. عندك اعلى مستوى من مستويات التعامل مع الديناميك رينج والاماكن المظلمه والاماكن الغامقه في الصوره. الالوان على مستوى الثلاث كاميرات قريبه قوي من بعضها، سواء الكاميرا الالترا وايد او الكاميرا الاساسيه او كاميرا الزوم. على ذكر الزوم بيشتغل هنا معاك لحد 25 اكس بس. تصوير البورتريه كان شكله حلو كالعاده، ابل بتعرف تظبط قوي لوك البورتريه، وخصوصا ان الكاميرا هنا تقريبا العدسه دي 120 مللي، العدسه ال5 اكس، فبتطلع فعلا شكل البورتريهات وشكل الوش وطريقه العزل بتاعت الخلفيه، شكلها فعلا بيبقى حلو. طبعا كل ده اللي انا بتكلم عليه ده من غير ما انت تستخدم فوتوغرافيك ستايل، دي كلها الصور الخام اللي بتطلع من الكاميرا زي ما هي. وطبعا برضو كل الصور دي على وضع ال 24 ميجا بكسل العادي بتاع الكاميرا، مش بصور على 48 ميجا بكسل. تصوير في الاضاءات الليليه، في الاضاءات اللي مش قويه قوي كان بيطلع كويس. الموبايل بيعرف يتعامل مع التفاصيل او الاماكن اللي ما فيهاش اضاءه، بيعرف يطلعها يبينها كويس. واحلى حاجه عجبتني في التصوير الليلي هنا او التصوير في الاضاءات الضعيفه ان الموبايل مش بيبالغ في النويز. بصراحه انا الكاميرات عجبتني قوي، ما ابهرتنيش. تصوير الصور عاديه، الصور مش اكتر حاجه جامده قوي في الدنيا. بالمناسبه انا شغال دلوقتي على فيديو مقارنه بين تصوير ال16 برو ماكس والاس 24 الترا، ان شاء الله الفيديو هينزل على طول بعد الفيديو ده، وهوري لك انا اقصد ايه بان الكاميرات بالنسبه لي مش مبهره، مش حاسس ان هي اجمد كاميرات في الدنيا، بتتفوق في بعض الحالات عن الالترا، وساعات الالترا بيتفوق عليها برضه. ولكن اكتر حاجه فعلا بتميز الكاميرات عند ابل هي تصوير الفيديو. الموبايل السنه دي بقى بيقدر يصور سلو موشن على 4K 120 فريم زي الالترا بتاع السنه اللي فاتت. كان اخرك قبل كده انك تصور 120 فريم على فول اتش دي بس. طبعا ابل معروفه بامكانيات تصوير الفيديو المميز اللي بتديك ابل لوج مع البروريز، وساعتها تقدر تعدل على الوان الفيديو بتاعتك بشكل احترافي، وبيكون معاك دايناميك رينج اوسع ومجال ان انت تعدل في الوان اكبر. ده دلوقتي التصوير على 4K 30 فريم بالايفون 16 برو ماكس. انا دلوقتي بصور وعايز اجرب الثلاث كاميرات التصوير بتاعي عامل ازاي. اكتر حاجه انا ملاحظها لما ببدل ما بين الكاميرات مش بيبقى فيه نقله جامده زي ما بنشوف في المباريات الثانيه، النقله طبيعيه ما بين الثلاث كاميرات، مفيش نقله جامده. يعني قادر ابدل ما بين التليفونات. برضه عايز اشوف شكل الاضاءه هيكون عامل ازاي او تعامل الموبايل مع مصادر الاضاءه في التصوير. ده كده تصوير السينماتيك مود على ايفون 16 برو ماكس على 4K 30 فريم. المفروض ان انت دلوقتي شايف العزل، طبعا انا مش عارف العزل عامل ازاي، بس المفروض ان انت دلوقتي سامعني وفي دوشه جنبي وفي ناس بتتكلم وفي صوت هواء. انا هبدا اشغل اوضاع الصوت الجديده اللي موجوده في الموبايل، بحيث ان احنا نشوف الصوت، هل هيقدر الموبايل يعزل صوت الدوشه والناس ويطلع الصوت هنا لوحدي كويس ولا لا. زي ما انت شايف دلوقتي انا ببدل ما بين اوضاع الصوت، المفروض ان انت تبقى سامع صوتي احسن بشكل احسن. وبرضه عايز اعرف شكل العزل هيكون عامل ازاي لما ابعد او اتحرك. مش عارف تسمعني كويس ولا لا. انا دلوقتي بقيت بعيد عن الموبايل حوالي 5 متر، مش عارف تسمعني كويس ولا لا. ابدا اقرب تاني، وزي ما انت شايف في حاجه بتعجبني قوي في الايفون، ان انا لما بطلع بره الكادر الفوكس بيروح، وقبل ما بخش في الكادر بيبدا يعمل فوكس من جديد، او بيبدا يعمل البلور اللي ورايا اللي الايفون مشهور بيه في تصوير الفيديو. ده دلوقتي تصوير الفيديو على 16 برو ماكس 4K 30 فريم في اضاءه ضعيفه. تقريبا الدنيا بدات تظلم وانا بتحرك برضو. اكتر حاجه مميزه هنا بالنسبه لي في التليفون ده ان هو اول حاجه هو مفتح لي السماء، يعني السماء دلوقتي مش فاتحه للدرجه دي. بس اكتر حاجه انا
لاحظتها في التصوير الفيديو بالموبايل ده ان هو بيقلل النويز بقدر المستطاع، ما بيخليش فيه نويز جامده قوي في الصوره. حتى يعني زي ما انت شايف حتى على الكاميرا الالترا وايد هيبقى طبعا فيه نويز شويه زياده، بس زي ما انت شايف التصوير نوعا ما معقول، يعني معقول قوي، مقبول قوي. زي ما سمعت كده فانت دلوقتي بقى عندك من جوه الموبايل اوضاع جديده تقدر تعدل بيها على الصوت بتاعك. دلوقتي هحاول اصور لك فيديو بالموبايل من جوه اضاءه الاستوديو بنفس الكادر اللي انا قاعد فيه ده، ولكن تسجيل الصوت برضه هيبقى من الموبايل علشان تسمع الصوت عامل ازاي. دي تجربه السينماتيك مود جوه اضاءه الاستوديو. طبعا اضاءه زي ما انت شايف تعتبر اضاءه مناسبه للتصوير الداخلي، اضاءه الاستوديو، والمفروض ان انت سامع الصوت دلوقتي من الموبايل. طبعا انا هشغل الاوديو ميكس وهخلي الصوت على وضع الاستوديو وهعلي البار على الاخر علشان تشوف الصوت هيبقى عامل ازاي. بس انا عايزك تشوف الجوده وشوف قدره العزل وشكل التصوير في الاضاءات الضعيفه او في اضاءه الاستوديو. يعني المكان اللي ورايا يعتبر اضعف شويه من الاضاءه العاديه، فانت تكون شايف النتيجه عامله ازاي بنفسك. برضه تجربه الكاميرا الاماميه كانت حلوه، الصور بتطلع شكلها حلو، شكلها واقعي بزياده، مش ما كانتش بتبقى عجباني. اكتر حاجه ساعات كنت بستخدم الفوتوغرافيك ستايل علشان اخلي الصوره تبقى اهدى شويه. يعني انا حاسس ان الصوره فيها كونتراست جامد، مطلعه حواجبي ودقني والحاجات دي مطلعه سودا بزياده، مش ده الطبيعي، ولكن عامه الصوره كانت بتطلع كويسه والتفاصيل اللي فيها كويسه. دي تجربه تصوير الفيديو من 16 برو ماكس كاميرا اماميه 4K 30 فريم مش 60 فريم. المفروض انت سامع دلوقتي صوتي، انا جنب البحر في صوت امواج وبتاع، مش عارف انت هتبقى سامع الصوت عامل ازاي، بس انا شايف يعني شايف الصوره اللي قدامي شكلها حلو وشكلها طبيعي بصراحه، بس مش لازم اشوفها على الشاشه كبيره يعني عشان اعرف. بس انت دلوقتي سامع صوتي، المفروض ان في هوا جنبي وفي زي ما انت شايف في دوشه، فمش عارف انت هتبقى سامع الصوت ازاي. زي ما شفنا مع بعض تجربه الكاميرات هنا مميزه قوي. انا ماليش تجربه طويله مع ال 15 برو ماكس، ولكن من المراجعات اللي انا شفتها فلا فعلا في فرق في الكاميرات وفي التصوير سواء في الفيديو او في الصور مقارنه بحاجه زي الاس 24 الترا. فانا مش بحب قوي اللوك او طريقه التصوير او طريقه المعالجه بتاعت ابل، مازال اللوك بتاع صور سامسونج بالنسبه لي حقيقي اكتر وشكله احلى بالنسبه لي. وزي ما قلت لك ان شاء الله هيكون في فيديو مقارنه كاميرات كامل ما بين الموبايلين سواء في التصوير الصور الثابته او في الفيديو. تقريبا يعني فيديو مقارنه ده مش هتلاقي اي محتوى عربي عامل فيديو زيه، فما تنساش بقى ان انت تكون مشغل زر الجرس علشان اول ما الفيديو ده يوصلك او ينزل يوصلك. بالنسبه لتجربه الموبايل وادائه، فالموبايل بيجي باعلى مواصفات موجوده دلوقتي. عندك معالج الاي 18 برو ال 3 نانومتر اللي ابل بتقول ان هو اقوى معالج موبايل في العالم مع 8 جيجا رام ومساحه بتوصل ل 1 تيرا بايت. بالنسبه لي المميز هنا مش البرو ولكن ال 16 العادي اللي بقى بيجي بمعالج الاي 18 اللي بيدي اداء قريب قوي للي هنا. دايما ابل كانت بتخلي الايفون العادي متاخر بجيل في المعالج، ولكن السنه دي ما حصلش كده. الموبايل سريع وسلس ويعتمد عليه جدا في كل المهام اللي بعملها تقريبا، ما حسيتش بتقطيعات جامده يعني او بطء. حتى الحراره ما كانتش بتعلى قوي، كانت في الطبيعي على عكس مشكله الحراره اللي كانت في ال 15 برو ماكس السنه اللي فاتت. وكمان ابل السنه دي خلت فيه امكانيه انك تلعب العاب كونسول كامله على الايفون بتاعك، وده بيوريك قد ايه الجهاز هنا فيه امكانيات قويه. ولكن اكتر حاجه محبطه ان الجهاز ما نزلش بالاي اي اللي ابل قعدت تتكلم عليه كتير قوي في المؤتمر بتاع الاطلاق. ولكن مؤخرا وصل الابديت بتاع الاي او اس 18.1 اللي فيه مميزات الذكاء الصناعي الاولانيه اللي نزلت مع الموبايل، وانا عملت فيديو كامل بتكلم فيه عن المميزات دي، وهتلاقي الفيديو موجود عندي هيظهر عندك دلوقتي هنا. على ذكر السوفت وير، فالاي او اس 18.1 اللي هنا بقى فيه قدرات تخصيص كبيره قوي عن اي نسخه اي او اس كانت موجوده قبل كده. اخيرا ابل بدات تلاحظ ان الاندرويد بقى متفوق بكتير، وان الناس بقت بتروح للاندرويد علشان قدرات التخصيص اللي فيه. بقيت تقدر هنا تعدل على شكل الواجهه وترتب الايقونات زي ما انت عايز، وكمان تغير الالوان والسيم بتاع كل حاجه في الجهاز. تقدر تعدل على الكنترول سنتر وتغير مكان كل حاجه وتضيف وتمسح الحاجات اللي مش محتاجها. كمان تقدر تعدل على اللوك سكرين وتغير شكلها زي ما انت عايز، وتغير شكل الساعه وكل حاجه فيها. اضاف كمان امكانيه للتحكم في عزل الصوت اثناء ما انت بتعمل مكالمات في اي برنامج مكالمات. هتلاقي عندك في النوتيفيكيشن سنتر فوق امكانيه ان انت تظبط النويز كانسليشن بتاع المكالمه. بالنسبه لي السوفت وير ده عمال بيقرب واحده واحده للاندرويد، وواحده واحده بيبقى مقبول بالنسبه لي اكتر، لان انا زي ما قلت لك انا مستخدم اندرويد قديم. اداء البطاريه كمان كان مفاجئ بالنسبه لي، الموبايل بيكمل اليوم مرتاح قوي قوي يعني، وفي الاستخدام التقيل مش هيفضى منك خلال نص اليوم ابدا. عندك طبعا هنا مدخل الشحن اليو اس بي سي اللي المفروض انه بقى بيوصل لسرعه شحن اعلى من 30 واط، ولكن الرقم الحقيقي مش معلن عنه. وعندك شحن لاسلكي 25 واط لو استخدمت شاحن ابل الجديد، وطبعا في شحن عكسي. بس زي ما انت عارف الموبايل ما بيجيش معاه في العلبه شاحن، فانت مضطر ان انت تشتري له شاحن وتشتري له كل الاكسسوارات اول ما تشتريه. وتاكد بس ان انت تجيب له شاحن نظيف علشان ما تبوظش بطاريه موبايل بالسعر ده. بصراحه الموبايل ما فيهوش السنه دي تحديثات كبيره عن السنه اللي فاتت. كل اللي ممكن تلاحظه بس هو زرار الكاميرا كنترول وحواف الشاشه الاصغر. التغييرات الباقيه مش تغييرات كبيره، بس هتحس بيها مع فتره استخدام طويله. لو انت معاك مثلا ايفون 15 او ايفون 14، فانا شايف ان انت ما فيش سبب منطقي ان انت تطور هنا الا بس مميزات الذكاء الاصطناعي اللي مش هتشتغل غير على ال 15 وال 15 برو او ال 15 برو ماكس. لو جاي من جيل قديم زي ال 13 برو مثلا، فشوف هل بقى المميزات الجديده هتكون مهمه بالنسبه لك ولا لا. وطبعا لو ايفون عادي مش برو فهتحس فعلا بفرق كبير. طبعا لو جيل اقدم من 13 وحابب تطور فهيكون ده الخيار المناسب. طبعا عالميا سعر الموبايل معروف، ولكن عندنا هنا في مصر الموبايل بيكون غالي قوي اول ما بينزل، وسعره بيبدا ينزل مع الوقت.
حاليا سعر الموبايل هنا عندنا وصل ل 65,000 جنيه، وفي ناس بتبيعه كسر زيرو باسعار اقل من كده، فسعر الموبايل تقريبا بدا يوصل لسعره المنطقي او سعره الحقيقي. وطبعا هتلاقيني سايب لك تحت لينك ارخص مكان بيبيع الموبايل ده في مصر، هو ستور مالك فون، فهتلاقيني سايب لك اللينك بتاعهم في الديسكربشن. حابب بقى اسمع رايكم عن الموبايل ده، هل انت شايف ان هو فعلا تطوير عن السنه اللي فاتت، ولا ابل خلاص ما بقتش لاقي حاجه تحطها في الموبايل جديده لدرجه ان هي عملت اختراع كده الكاميرا كنترول ده عشان تخلي حاجه جديده بس في الموبايل، ولكن فعلا الموبايل وصل لانضج مرحله واقصى حاجه هم ممكن يعملوها؟ لان فعلا انا شايف ان ده اللي بيحصل، لان هم حتى ما طوروش قوي في الهاردوير، بداوا يطوروا اكتر في السوفت وير، لان اعتقد ان الهاردوير فعلا خلاص وصل، يعني هو اعلى حاجه ممكنه واحسن حاجه ممكنه، وفعلا انت مش محتاج حاجه اكتر من كده. فهل انت شايف نفس الكلام؟ لو عجبك الفيديو ده ما تنساش اللايك وسبسكرايب، ولو عندك اي سؤال او استفسار سيبه لي في كومنت وانا هرد عليك. كان معاكم يوسف، اشوف الشوك على خير، مع السلامه.